يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن. يقول الفاروق رضي الله عنه وأرضاه: أي عجبا لإنسان يعرف لأخيه عذرا ولا يلتمسه له عذرا، بل قال في قول آخر: التمس لأخيك 70 عذرا فإن لم تجد له قل فلعل له عذرا أنا لا أعرفه. أريد أن أعلق على كلمة لا أعرفه. كثير منا في تقصي الحقائق نبني دائما الاتهامات للناس دون أن نتريث في الحقائق. ظنون ولدت لنا الشحناء، ولدت لنا البغضاء، ولدت لنا المعاداة، كلها ظنون لا تلتمس ولا تعرف شيئا من الواقع. يا أيها الذين آمنوا، اسمع النداء يناديك، اقرأ سمعك: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين، أي تثبتوا، تريثوا. قبل ما تكلم أخوك، قبل ما تكلم زوجتك، قبل ما تكلم صديقك، تريث شوي. يمكن الكلام مش صحيح، يمكن المفهوم مش صحيح، يمكن القول مش صحيح، يمكن الأثر مش واقع. طيب نحن بنينا قضايانا اليوم واتهاماتنا، كم إنسان طلق زوجته، كم إنسان اليوم عاد إنسان، كم إنسان اليوم اشتكى على إنسان، كم إنسان اليوم قذف إنسان، رمى إنسان، تكلم عليه في عرضه. من استطال في عرض أخيه ما هي عقوبته؟ لماذا إذن لا نفيق ونستيقظ ونفكر قليلا أننا اليوم أمام معركة كبيرة، هي معركة ظلم الناس، بخس الناس. يا أيها الناس إذن استشعروا ما يخاطبكم الله به، ولا تبخسوا الناس أشياءهم، لا تبخسوهم حقوقهم ولا تبخسوهم سعادتهم. إن بعض الناس اليوم نكدي بكل صراحة، لا يرتاح إلا يوم أن يخلق مشاكل للناس ويصنع مشكلة في عمله، ومشكلة في بيته، ومشكلة في أهله، ومشكلة في مجتمعه، ومشكلة في جيرانه. لا يهدأ. أما تعلمون أن هذه صفة الإبليسية التي وصف بها إبليس، الذي أخذ على نفسه لا أحتنكن ذريته، الذي لا يرتاح إلا حتى يوم يفرق بين الأخ وأخيه، والزوج وزوجته، والقريب وقريبه. لماذا نحن نعيش بهذه الصورة؟ إذن اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، لأن الظن هذا يقود إلى شيء اسمه ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. إذن يقود إلى التجسس، يقود إلى الغيبة، يقود. إذن هو الظن في حد ذاته بوابة سوء تقود إلى معركة قادمة عياذا بالله تعالى. ومن أروع ما مر علي في هذا أن الحسن البصري رحمه الله تعالى جاءه رجل وقال له: قد تكلم فيك فلان. فقام وأخذ هدية وقيل عنبا وأعطاها إياه، وقال: أطلبك طلبا. قال: ما هو؟ قال: أن تذهب لفلان وتعطيها إياه. قال: أقول لك يغتابك؟ قال: أنت كنت وسيطا لي في نقل حسنات لي، نقلت لي حسنات، فأنا أريدك الآن أن تكون وسيطا لي أيضا وتنقل هذه الهدية شكرا له أنه أعطاني حسناته. ما أروع هذا الكلام، أن يؤدب هذا النمام. كما أنت نقلت الآن السوء، فاذهب الآن وانقل هذا الأمر لفلان واشكره على ذلك. ولذلك لماذا لا تتبين إذا كان في قضية الصلاة، وهي الصلاة لما سهى النبي صلى الله عليه وسلم التفت للصحابة وقال: أحق ما قال أي ذو اليدين؟ تبين صلى الله عليه وسلم واستوضح الأمور. فمهما كانت تنقل إليك الأخبار من أذنك اليمنى فلا تنقلها لليسرى إلا حتى تتأكد من ذلك. أتمنى من الجميع أن يتثبتوا وأن يتريثوا في حياتهم.